طبيب الأهلي يطمئن يسترب على زيزو ويؤكد أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تعيق تواجده مع الفريق أمام الجيش الملكي المغربي. يسترب يميل بشكل كبير لاستمرار الاعتماد على إمام عاشور كبديل في مواجهة الجيش الملكي المغربي، ويستبعد إمكانية مشاركة اللاعب أساسيا في المباراة لعدم وصوله للفورمة البدنية التي تسمح له بخوض هذه النوعية من المباريات أساسيا. حالة شماتة كبيرة من الصفحات التي تنتمي للترجي التونسي في محمد علي بن رمضان بعدما فقد اللاعب مكانه في التشكيلة الأساسية للأهلي في المباريات الأخيرة وشارك بديلا في آخر 3 مباريات قبل أن يدفع به يسترب في دقيقة واحدة أمام شبيبة القبائل في مواجهة الأمس. الأهلي يقرر الاكتفاء بالتدريب في المغرب في مدينة الرباط يومي الأربع والخميس قبل مواجهة الجيش الملكي مساء الجمعة على ملعب مولاي الحسن الذي يتسع ل 22,000 متفرج. وليد صلاح الدين وعادل مصطفى يؤكدون ليسترب المدير الفني للفريق أن مواجهة الجيش الملكي المغربي ستكون صعبة للغاية وستقام في ملعب مكتظ بالجماهير واستاد مدرجاته قريبة جدا من الملعب مثل الملاعب الأوروبية تماما، وذلك نظرا لعدم معرفة المدرب الدنماركي بالأجواء في شمال أفريقيا وخوض أول مباراة قوية له خارج الديار، وذلك حتى يكون هناك إعداد نفسي جيد جدا للاعبين قبل هذه المواجهة. بعض أفراد الجهاز المعاون ليسترب ينقلون للمدرب الدنماركي حالة الغضب العارمة التي تسيطر على جماهير الجيش الملكي المغربي من حالة الفريق الفترة الأخيرة وعدم رضاهم عن المدير الفني، وذلك للعمل على استغلال ذلك والاندفاع المتوقع للهجوم من الخصم في المباراة المرتقبة، والذي من المؤكد ستنقلب عليهم الجماهير حال تسجيل الأهلي هدف مبكر. العديد من أفراد الجالية المصرية في المغرب يتواصلون مع السفارة المصرية هناك لرغبتهم في دعم الأهلي في المواجهة المرتقبة لتوفير لهم تذاكر في المواجهة. الإعلام المغربي ينتقد بشدة الكاف بسبب عدم تطبيق تقنية الفار في دور المجموعات من دوري الأبطال بعد تعرض الجيش لظلم تحكيمي أمام يانج أفريكانز بالجولة الأولى، ويؤكد أن عدم وجود تقنية الفيديو حرم الفريق المغربي من العودة من تنزانيا بأقل الأضرار، ويؤكد أيضا أن غياب التقنية يعرض مجموعة من الأندية لظلم كبير ويقلص حظوظهم في المضي قدما في المنافسات. الكاف يأمل أن يقدم أحمد الشلماني الحكم الليبي مستوى طيب في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي وأن يخرج بها لبر الأمان دون أي أخطاء مؤثرة، وذلك حتى لا يتسبب لهم في إحراج أكبر وانتقادات أكثر لعدم تطبيق تقنية الفار في هذا الدور. جراديشار وحسين الشحات يواصلون الغياب عن الأهلي في مواجهة الجيش الملكي المغربي القادمة بسبب استمرار إيقاف اللاعب الأول وعدم اكتمال تعافي اللاعب الأخير، ومحمد شكري وأحمد عبد القادر وأشرف داري والشناوي ينتظرون تحديد موقفهم غدا. مواقع الأرقام والإحصائيات تبرز أرقام الدنماركي يسترب مع الأهلي بعدما قاد الفريق الأحمر في 8 مباريات دون أي هزيمة وتحقيق 6 انتصارات وتعادلين. تصريحات يسترب المدير الفني للأهلي عن إضاعة لاعبي الأهلي فرصة الفوز بسباعية أمس تثير غضب جماهير شبيبة القبائل الجزائري بشكل كبير، والكل هناك يطالب اللاعبين بالرد في مواجهة العودة. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي يطالب ياسر إبراهيم بضرورة السيطرة على انفعالاته في الملعب حتى لا يمنح الفرصة لبعض المغردين للحديث عن وجود مشاكل في الفريق، وذلك بعدما انفعل اللاعب على مروان عطية ومحمد هاني وحدوث سوء تفاهم بينه وبين الشناوي ورفض مصافحة قائد الفريق بعد الخطأ. خليل البلوشي المعلق الرياضي الكبير يعتذر عن الكلمات التي قالها في حق جراديشار لاعب الأهلي أثناء تعليقه على مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بالأمس، وذلك بعدما انتقدت بعض الجماهير الحمراء على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالوا عن اللاعب. موقع الوطن المليء بالزملكاوية يواصل إثارة الجدل والغضب في الأهلي بنشر شائعات سخيفة عن غضب بن رمضان من قلة مشاركته مع الفريق الفترة الأخيرة وشكوى بعض اللاعبين في الفريق من أنانية تريزيجيه. حمدي فتحي ينفي للمقربين اشتراط الحصول على 250 مليون جنيه للعودة للأهلي مجددا، ويؤكد أنه تواصل مع مسؤول بارز لجس نبض النادي في إمكانية عودته قبل التفاوض مع نادي بيراميدز الفترة الماضية، وهذا المسؤول طلب من اللاعب أن يبحث عن مصلحته لأن النادي غير منفتح على عودته حاليا. موقع كرة بلس يشيد بيسترب المدير الفني للأهلي ويؤكد أنه نجح في إعادة بن شرقي لمستواه الحقيقي بتوظيفه الجديد للاعب في الجناح الأيمن. الأهلي ينفي كل ما يقال في الإعلام عن رفع عرضه $1,850,000 لإقناع ديانج بالتجديد، ويؤكد أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولن يصل لها بأي حال من الأحوال. بعد رؤية مستوى اللاعب بالأمس عن قرب، بعض الأصوات في إدارة الكرة بالأهلي تؤكد أن مستوى زين الدين بالعيد المدافع الجزائري لا يفرق أي شيء عن مستوى بعض اللاعبين المحليين في الدوري المصري والمرشحين للانضمام للفريق سواء محمود الجزار أو هادي رياض أو حتى خالد صبحي، والفريق في حاجة لمدافع أجنبي بإمكانيات أفضل يقدم إضافة حقيقية للفريق في هذا المركز.
الأهلي يؤكد أن تصريحات أحمد شوبير عن إمكانية عودة وسام أبو علي للفريق مجددا هو نابع عن رغبة شخصية منه فقط، لكن على مستوى المسؤولين لا يوجد أي تفكير في عودة اللاعب الفلسطيني للفريق مجددا. اتحاد الكرة يحاول إغلاق الباب أمام أي شيء يقال بشأن مستقبل حسام حسن الفترة الأخيرة، ويؤكد في بيان رسمي تقديمه الدعم الكامل للجهاز الفني للمنتخب الأول. حلمي طولان يؤكد أنه لا يوجد أي تعاون بين المنتخب الوطني الأول والمنتخب الثاني ولا يوجد أي تواصل، وخلافه مع التوأم يعود إلى تجاوزهم في حقه من قبل حينما كان هو مدربا لسموحة وهم في المصري البورسعيدي ومحاولتهم الاعتداء عليه دون أي سبب. المدافع المغربي صلاح مصدق يخطر نادي الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة. حالة صدمة تسيطر على دغموم لاعب المصري البورسعيدي بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر النهائية التي ستخوض البطولة العربية. نادي الصفاقس التونسي يتفوق على النجم الساحلي في أحد دربيات الكرة التونسية بهدف نظيف بمشاركة نجم الأهلي السابق علي معلول. أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق يؤكد أن النادي الأهلي ظهر بمستوى مميز جدا على المستوى الهجومي في مواجهة الأمس، لكن على المستوى الدفاعي الفريق لم يكن بأفضل حال، ومستوى محمد الشناوي في تراجع واضح الفترة الأخيرة واللاعب فاقد تركيزه، وهو يرى أن مصطفى شوبير هو الأحق بالمشاركة أساسيا في الوقت الحالي، والأفضل للأهلي والشناوي جلوسه بديلا الفترة القادمة. وفيما يخص تريزيجيه وتألقه فهو يستحق الإشادة بالطبع، لكنه يتحفظ على استمرار اللعب الفردي من اللاعب. المحلل المغربي محمد حجي قبل مواجهة الأهلي والجيش الملكي. الجيش الملكي خسر مواجهته الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بسبب التفكير في مواجهة الأهلي، ولم يكن الظلم التحكيمي وحده السبب في الخسارة المفاجئة للفريق المغربي. على الورق يانج أفريكانز هو الفريق الأضعف في المجموعة، والجميع كان يتطلع لتحقيق الجيش الملكي نتيجة أفضل أمامه، لكن يبدو أنه لم يتم إعداد اللاعبين بشكل جيد لهذه المواجهة، والجميع ظن أن المواجهة ستكون سهلة ونقاطها مضمونة، والخسارة في المباراة الأولى تصعب الأمور على الجيش الملكي، خصوصا أن المواجهة الثانية أمام فريق كبير ومتمرس مثل الأهلي المصري، والمباراة الثالثة أيضا أمام فريق صعب وهو شبيبة القبائل. لكن نتمنى أن تكون الخسارة الأولى جرس إنذار ويجمع الفريق قوته من جديد لتعويض هذه الخسارة. وبالرغم من الأداء التحكيمي إلا أن هناك مشاكل دفاعية واضحة في أداء الفريق تسببت في الهزيمة. الأهلي هو زعيم القارة الإفريقية وفريق القرن في القارة، ومواجهته في المغرب لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، ولكن ليس أمام الجيش الملكي المغربي حل آخر الآن سوى الفوز عليه حتى يحافظ على فرصه في التأهل للدور القادم من هذه المجموعة المعقدة. فإذا خرجت المباراة بأي نتيجة غير الانتصار سيصعب الفريق المغربي الأمور على نفسه، وأعتقد المدرب قد يتعرض للإقالة في حال الإخفاق في هذه المواجهة. المحلل المغربي محمد شيبان. الجيش الملكي المغربي كان لابد أن يعود بنتيجة إيجابية من تنزانيا بعد مواجهة يانج أفريكانز على أرضه ووسط جماهيره، ولكن التحكيم السيء وعدم وجود تقنية الفار حرم الفريق العسكري من ذلك، ومن المؤسف عدم وجود التقنية في هذا الدور الهام من البطولة. الجيش الملكي عليه نسيان هذه المواجهة والتفكير من الآن في مواجهة الأهلي القوية والصعبة للتعويض. الأهلي وشبيبة القبائل هم منافسي الجيش الملكي المباشرين على التأهل من هذه المجموعة، وإذا أراد الجيش الملكي التأهل من هذه المجموعة فعليه أن يتفوق عليهم، ويانج أفريكانز هو الحلقة الأضعف في المجموعة، ومن المتوقع أن يفوز عليه الأهلي ويحصد أكبر عدد نقاط أمامه، ونفس الأمر شبيبة القبائل. مواجهة الأهلي تحتاج إلى تحضير مختلف من المدير الفني للجيش الملكي، فهو فريق يملك إمكانيات كبيرة وفريق متمرس في خوض هذه النوعية من المنافسات، ونتمنى أن يكون الجيش الملكي حاضر وأن يستغل عملي الأرض والجماهير في هذه المواجهة، لأن الفريق ليس أمامه أي خيار سوى الفوز. الإعلام الجزائري خالد معزوزي. مصطفى شوبير الحارس الثاني للنادي الأهلي المصري أفضل من جميع حراس الدوري الجزائري مجتمعين، وأفضل من الحارس الأول في النادي الأهلي، وأظهر شخصية قوية في الدقائق البسيطة التي شارك فيها. مباراة الأمس أكدت أن هناك فارق كبير في النسق بين الأهلي وفرق الجزائر، وفارق في المستوى، وفارق في التفوق في الكرات الثانية، وفارق في دكة البدلاء أيضا، وفارق في الوعي التكتيكي والتمركز، لكنها دروس مفيدة لشبيبة القبائل في بداية المشوار. المباراة كانت مفتوحة وكان يمكن أن تنتهي ب3-2 لولا الأخطاء الساذجة ومستوى الحارس، لكن الأهلي استحق الفوز وكان الأفضل طيلة اللقاء صراحة. الشبيبة لم تقصى بعد، بل لعبت أصعب مباراة في مشوار المجموعات، وما تبقى سيكون مغاير وأقل حدة،
وعليهم التعويض في المباريات القادمة. دوري أبطال أفريقيا يحتاج إلى منظومة دفاعية أقوى ويحتاج وعي أكبر وتجنب الكوارث الدفاعية في كل لقاء. وفي النهاية أؤكد مجددا أن فوز الأهلي كان مستحق من جميع النواحي، فشبيبة القبائل واجه أفضل فريق في القارة الإفريقية.